حذروا فزروا، انا فين دلوقتي؟ حذرتوا فزرتوا. ترى انا عند ماما. سافرنا بقى الشرقية عشان في كمية اجازات في الدولة بجد محترمة جدا جدا جدا. سنة سعيدة علينا الاول وعليكم يا رب، اللهم امين. السنة دي تبقى نهايتها خير على الناس كلها، وبدايات سنة جديدة ان شاء الله علينا كلنا. ربنا يكرمنا الخير. ايه اللغة العربية الفصحى اللي انا بقولها؟ أنا كنت هقول خير واليمن والبركات وكأنه رمضان يعني. ربنا يبلغنا رمضان بالسلامة ان شاء الله، وان شاء الله سنة سعيدة علينا جديدة نتبلغ فيها اخبار حلوة عن اخواتنا وعن اهلنا، ويزيح عننا الغمة ويفرج كرب المسلمين جميعا يا رب. انا رحت عند ماما وكالعاده اي حد بيروح عند ماما، انا نور سمر ما بندخلش ماما المطبخ خالص، بنحاول هي لازم تفرق برضو وتدخل. ماما النهارده تعبانه قوي، كلكم ادعوا لماما بالشفاء. وزي ما اتفقنا اصلا واجبهم علينا ان احنا نروح حرفيا نقلب لهم الشقه. انا رحت لقيت الشقه نظيفه زي القشطه، فمسكت بقى قسم المطبخ وهو القسم المفضل بتاعي. الفطار بقى الرسمي لماما اللي هي بتموت فيه حبيبتي، اسم الله البيت فضي عليها، وبتاكل اي حاجه مش جايلها نفس تعمل صينيه كده. ماما تحب ايه؟ تحب ترص صينيه فطار محترمه، بتنجان مشوي او مقلي او مخلل، بطاطس محمره، فلفل مقلي، جبنه بقوطه، جبنه من غير قوطه. حاولت الم الدنيا ما وسعهاش عشان هي انا لو سمعت كلامها في كل حاجه مش هنلاقي مكان نحط الطبق. تقول لك شكلي كده وعايزه الوان كتير، الالوان كلها عايزه احمر واخضر واصفر على الصينيه. طبعا دي كانت خناقات واحنا صغيرين يا اختي، ما اقولكوش لو في لون نزل ناقص كنا نتفضح كده في الشارع كله. يلا الحمد لله كانت ايام. سوري يا ماما، دي حاجه حلوه يعني مش بعيب والله، طلعتينا شاطرين يعني. المهم خلصنا المهمة بسلام، وعايزة اقول لكم النهاردة اول يوم دايت ليه. خليني كده عبال ما اهرس الجبنة اللي بمشي دي ونحط عليها قوطة، وعبال ما اعمل يعني الجبنة بقوطة الشهيرة بتاعتي، اقول لكم ان انا النهارده اول يوم تابعت مع الدكتور عبير، ودكتور زي القمر بجد. في المبادره اللي انا كلمتكم عنها كلمتني وادتني النظام، وطبعا بتاخد المقاس وبتاخد تقريبا الكتلة يعني اكتر مكان فيه دهون فين بالظبط متجمع فين، وبتديكي النظام المناسب ليكي، وبتديكي السناكس اللي بين الوجبات، وبتعرفك بتقولك الدكتور قايله لي كده بالنص. ممكن اسيب لكم سكرين ريكورد او الفويس يعني في الكومنتس. قايله لي بالنص ما تعتبرنيش الدكتور بتاعتك، اعتبريني واحده صاحبتك. قلت الله الله بجد ايه ده، مش ممكن. بلغيني كده عملت ايه في اليوم اول باول. يعني هي بتديكي نظام عارفه ان انت مش هتمشي عليه هي عارفه يا جماعه ان احنا مش هنمشي على النظام. يعني بجد دكتور قمر. وقالت لي يعني قصدها من الاخر الصراحه كده، وعلى بلاط عكيتي تعالي قولي لي مش هزعل، بس ابقى عارفه عشان خاطر ايه الم وراكي، عشان لو فرشت مننا مش هنخس خالص. ودخلتني بقى في جروبس فيها تقييمات وفيها حاجات، واضح الموضوع كبير كبير، فانت حاسه ان المهمه انت داخله بحماس، في حد بيحمسك. طبعا لازم يكون عندي مزوره وميزان عشان خاطر ايه المقاسات بتاعتي اخدها بتاع. انا واحنا عند ماما لازم نصحى بدري. احنا هنا كنا صحينا بدري وفطرنا، وبعد الفطار هنغسل بقى المواعين ونعمل ايه. ده هنا الاستاذ ميكي لابس البقله بتاعته، البقله على راي مليكه. طبعا مليكه بتعرف تتكلم بس هي بتدلع. حبيت بس اقول لكم احنا وصلنا فين وبعد كده نرجع للدكتور. ولمينا احنا. بصوا عشان تبقوا عارفين المواعين اللي في الحوض عند ماما ما بتخلصش، وده ما بتخلصش بالمعنى الحرفي، مش ما بتخلصش زي ما احنا بنقعد نصيح ونقول ايه ده مواعين ما بتخلصش كناية عن ان هي بتبقى موجودة طول الوقت. لا، عند ماما ما بتخلصش حرفيا بالمعنى الحرفي. الحوض ما بيفضاش، اللهم صل على النبي عليها، ويجعل دايما يا رب البيت عامر يعني بينا وبحبايبنا كلنا. فانا لو استنيت عبال ما افضي الحوض مش هعمل الاكل. فانا بعمل ايه بقى؟ انا حاولت انقذ ما يمكن انقاذه. حلو. ولمتهم على جنب ونزلتهم في الارض كده عشان نحط الفراخ في الشوربه، عشان نلحق الغدا. اصلا هغسل مواعين وانا في وسط غسيل المواعين. بص اهو، وانا ده تقريبا بغسل الكنكه، الحته اللي فيها القهوه ما جاتش مع اني مصوراها. دي الفوارغ جت اهي. لا احنا عندنا النظام في وسط اللي واقف في المطبخ ده بيقوم بعده مهام مختلفه، بيعمل فطار وغدا ومشاريب وسندوتشات والمشاريب دول في وسط الفطار وفي وسط الغدا.
يعني وانت بتعملي الغدا الناس بتاخد وقت مثلا في عمايل الغدا ساعة ونص، من ساعة لساعتين تلاتة على حسب يعني حجم الغدا والكميات وكده. احنا بناخد 5 ساعات عشان كل شوية نسيب الأكل ونعمل شاي، نسيب الأكل ونعمل سندوتش، نسيب الأكل وكده. وده عادي يعني، ده بالنسبة لنا عادي، مش دي مش شكوى، فاهمين؟ ولينا احنا بنعمل لينا اللي بيصحى براحته، واللي مش عارف بيجي من الشغل، واللي بيجي من ايه، واللي بيعمل ايه، واللي ما كانش ليه نفس ياكل، واللي حس فجأة ان هو دايخ ومهبط، وهكذا يعني. فاحنا متعودين على كده. فانا بقى لو لحقت على المواعين بروح ركنها على جنب، احط الغدا على النار، واقعد بقى افضلهم بقى مين اللي عايز اغسل له خس، ومين اللي عايز اغسل له جزر، ومين اللي عايز ياخد الدواء، ومين اللي مش اختي كده، زي ما انتوا شايفين. نرجع بقى للدكتور. المهم يا جماعه، الدكتور كلمتني زي ما قلت لكم، حددت لي بقى نظام غذائي اللي هو اعتقد ان هو النورم الغذاء يعني. بصوا مش النورمال عشان في ناس بتتضايق لما بتكلم انجليزي، العادي فاهمين؟ اللي هو الفطار نص رغيف بيضتين مسلوقين، مش عارفه شويه فول وايه، والوجبه حته بانيه، ربع فرخه مثلا، حته فيليه اللي هو سمك. فالاكل العادي اللي هو اللي احنا بنسمع عنه عن الدايت. بس الدكتور سالتني سؤال، قالت لي احكي لي فكرتك ايه عن الدايت. هي عايزه تعرف انا عندي باك جراوند ولا خلفيه يعني وحشه عن الدايت، او هقول لها لا ده انا عملت كتير وكده وما خستش، او مش بحبه، او مش بحب امشي على نظام. عشان تبدا تعمل ايه؟ عشان تبدا تعمل الدور اللي انا فهمتكوا فيه في الاول، فهمتكوا عليه في الاول. تمام؟ اللي هو ايه؟ تحببك في النظام الغذائي، يبقى نظام غذائي، يبقى ده اسلوب حياتك، ما يبقاش دكتور وبتديكي اوردر او بتديكي امر تنفذيه وتجيلها بعد اسبوعين. لا، تبدأ تتكلم معاكي في النقاط الحاجات السلبية، وتقدري تتفاديها ازاي، وتقدر تبدأ تديكي شوية فيديوهات تحفيزية وشوية كلام حلو وفويس نوت. يعني هي مش بتبعتلك حاجات متسجله عندها وبتبعتها لك بتفرضها لك، لا بتعمل لك فويس نوت بصوتها، بتكتب لك بايديها، بتتفاعل معاكي. وطول النهار يعني مواعيد شغلها من الساعه 10 الصبح للساعه 5 مش شغلها، لا شغلها معاكي على الواتساب، ابعتي لي انا معاكي، انا هرد في اي وقت. فاهمين؟ شايفين الفكره اللي هي دي اللي انا كنت بكلمكم عنها. في ناس كتير جدا قالت لي ان هي خايفه تبعت او تحول مبلغ الاشتراك، مع ان المبلغ يا جماعه يعتبر رمزي. 3 شهور بتتابعي مع دكاترة وأخصائية تغذية ولايف كوتش وجروب ناس زيك بالظبط بيعملوا نفس اللي انتي بتعمليه، وبتحفزوا بعض، واستمارة التقييم اخر اليوم عشان تشوفي نفسك عملتي كل اللي مطلوب منك، ولا لا النهاردة قصرتي فبكرة تكملي فبكرة تحسني. فاهمين قصدي؟ هو ده. لكن لا، الناس هما يستاهلوا يا جماعة، ادفعوا الاشتراك وانتم مطمنين. الناس شغالين معايا عادي، ودخلت في جروبس فيها ناس قبلي، ناس مشتركين قبلي. الموضوع مش ماشي جهجهوني، مش ماشي عشوائي. لا، انا اول ما دخلت اتطلب مني الكود، الدكتور قالت لي الكود بتاعك انت اول ما بتدخلي بيبقى ليكي كود عشان يبقوا عارفين انت مثلا النظام بتاعك ايه، واكيد هما بيسجلوا عندهم على سيستم. انتوا فاهمين الترتيب والنظام اللي ماشي؟ فانا حبيت ان انا ما اتكلمش في اي حاجه اطمن اي كلاينت او اي حد هيدخل يشترك معاهم غير لما انا ابدا. اي حد بيدخل يكلمني او يسالني على الخاص، في ناس كتير دخلت سالتني انستا وكتبت لي في كومنت، انا رديت عليهم استنوا لما ابدا وشوفوا. فانا حرفيا هبسيب لكم سكرين من الحاجات، ودخلت بقى في جروبس ومش عارف ايه، والجروبس فيها ناس، والناس متفاعلة، الناس مشتركة من قبلنا، الناس شغالة مع الدكاترة. فاهمين؟ العجلة دايرة، مش حد من الآخر يعني هيضحك علينا وياخد الفلوس ويقفل موبايلات مش هنعرفه تاني. لا يا جماعة، الموضوع جد، الموضوع حلو، والموضوع يستاهل التجربة. اشتركوا على ضمانتي. حبيت بس انوه ان الصغنطوطة اللي في الحلة دي بطة مش فرخة، احنا عاملين بطة وفرخة. وقولوا لي بقى ماما طول النهار، والله العظيم يا بنتي ده انا بحب النوتي. انا طبعا ما كنتش قايله لماما ان انا جايه ومش مرتبه غير قبلها يعني بيوم مثلا، مش كده غير قبلها بيوم. فوالله يا بنتي ده انا جايبه لكم المواسم بتاعتكم بط كبير، لكن دي انا بحب النوتي انا واخوكي الصغيرين بيبقوا مسكرين. لو اعرف ان انتوا جايين كنت جبت خلاص يا ماما، انا اصلا بحب البط النوتي الصغير، لحمه بيبقى مسكر عسل. لا يا بنتي، لا لا، ده قد الفرخه دي، الفضيحه دي الناي يا خلاص يا ماما بقى احنا لاقيين يا ست، حد لاقي بطه يا ست تسلم ايدك دي بطه في الاخر يعني. ست الكل بقى كلها ذوق زي ما انتوا عارفين. فمش يعني فاهمين، مش بيهون عليها. عملت شويه شوربه خضار، ماما عندها شويه التهابات كده على الرئه،
تعبينها، والف الف الف مليون سلام عليك يا ست الكل. فاحنا اخترنا كمان نعمل اكله سريعه عشان كان عندنا واجب عزاء، رحنا عزينا حد من اعز الناس على قلوبنا من ريحه بابا الله يرحمه. ورجعنا حمرت الفراخ وغرفت وهناكل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فيديو خفيف، واستنوا بقى مني روتيني وانا بعمل دايت. ترى يلا اشوفكم فيديو جديد، وباي.